لما اتحط يسوع على الصليب بدأت مرحلة تانية من الآلام الجسدية المبرحة. دق المسامير في رزغيه وقدميه كان بيسبب ألم لا يوصف، خاصة مع إصابة العصب المتوسط في الرزغين، وده عصب رئيسي بيمتد للإيد. من المحتمل إن المسامير تكون اتدقت في الجزء العلوي من القدمين قريب من الكاحلين، وده سبب تلف شديد للأعصاب في المنطقة دي. التنفس على الصليب كان صعب جدا بسبب وضع الجسم المعلق. وزن الجسم كان بيشد الحجاب الحاجز لأسفل، وده بيخلي عملية الزفير صعبة. وكان على يسوع إنه يرفع نفسه لفوق على رجليه المتسمرة علشان يقدر يقوم بعملية الزفير وياخد نفس جديد. صعوبة الزفير بتؤدي للاختناق البطيء وتراكم ثاني أكسيد الكربون في الدم، وده بيزود من معاناته. بالإضافة لكده كانت بتحصل تقلصات عضلية بسبب الإجهاد والجفاف، وكان ظهره الممزق بسبب الجلد بيحتك بالخشب الخشن للصليب مع كل حركة، وده بيزود الألم والنزيف. وبسبب وزن الجسم المتعلق على الدراعين المفرودين من المحتمل إن أكتاف يسوع ومرفقيه يكونوا اتخلعوا من مكانهم، وده زود على ألامه المبرح. في النهاية العلماء والأطباء قالوا من المحتمل إن يسوع يكون مات بسبب خليط من الاختناق والصدمة وفشل القلب.